السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي أكلات شهية مع لولا. اليوم غادي نبارطاجي معكم كيكة بدون بيض، كتجي هشيشة ورطبة. ندوزو دابا للطريقة والمقادير بحول الله. هنا غادي نبداو على بركة الله. ناخد إناء العجن، غادي ندير فيه كاس كبير ديال السنيدة، وندير كاس ونص ديال الماء دافئ مع قبصة ديال الملح. نخلط الكل جيدا حتى نحسو بديك السنيدة بدات كتذوب. غادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت، نخلطوه تاني مزيان مع التضريب دائما. نضيف هنا 2 ساشيات ديال الكاكاو. اللي ما عندوش لي ساشي كيدير 2 معالق كبار ديال الكاكاو. وغادي نخلطهم تاني. اي مكون ضفتو نضربو مزيان. عاد نضيف التالي. هنا غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال السميده. صدقوني هاد الاضافه كتعطي الهشاشه الكيك، مكيبقاش كيتلصق. وغادي نزيد كاس ديال طحين فورس اللي غربلتو دائما بالعبار ديال كاس العنبه، واي كاس كتعبر بيه. غنضيف هنا كاس تاني ديال الطحين و2 خمارات ديال الحلوى. وزن 14 غرام. وغادي نخلط كل جيدا تدخل داك الطحين في الخليط. في الاخير غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الخل، ها هو الخليط ديال الكيكه جا على هذا الشكل.
كيجي خفيف ما كيجي قاصح. وهنايا غادي ناخد المول، خديته مربع على هذا الشكل، دهنته بالزيت، رشيت عليه الطحين، وغادي ندير الخليط ديالي ديال الكيك. في هذا الاثناء انا مشعله الفران على 180 درجه من التحت. غادي ندخل الكيكات ديالي طيب، ونحس بها طابت نشعلها من الفوق غير واحد 2 دقائق، غنكون نخرجها ونقدمها معكم ان شاء الله. ها هي الكيكه بعد ما خرجتها من الفران، كتجي على هذا الشكل. هنا خديت شوكولا اللي ذوبتها في حمام مائي، وغادي نديرها من الفوق ديال الكيك. هنا اللي باغي يزينها بلي بيبي وشوكولا او شوكولا فيرميسيل من الفوق او المكسرات. انا اكتفيت غير بالشوكولا، غادي ندهنها ونخليها تبرد نقدمها معكم. وهي الكيكه بعد ما بردات ديك الشوكولا وبرد الكاطو. وضروري تخليو الكاطو تيبرد، عاد قطعوه. هذا هو الشكل ديالو، كيجي هشيش ورطاب. صدقوني الا جربتوه ما تندموش عليه، ونتمنى تجربوه. ولا جربتوه ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب باش يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.